السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو النهارده. هنعمل مع بعض الانجليش كيك بالزبيب. هنعمله بطريقه حلوه وسهله وبسيطه من غير ما الزبيب يترسب مننا في القاع. هقول لكم ايه هو السر اللي تخليه يفضل معاكم في النص او على الوش ايا كان هو مكانه فين في خليط الكيك. هنعمله بطريقه حلوه والكيك بتاعنا هيكون هش واسفنجي وجميل جدا. ينفع معانا في لانش بوكس المدرسه، الاطفال كلهم بيحبوا الكيك يكون بالشكل وبيكون فيه زبيب كمان. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي فريده. اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجه هنا معايا 100 جرام من الزبيب. مهم جدا الزبيب بتاعنا ان انا عشان ما يترسبش في قاع خليط الكيك لازم انزل عليه بمعلقه كبيره من النشا. تمام كده، النشا هو اللي هيخلي الزبيب بتاعي متعلق كده في خليط الكيك ايا كان هو مكانه فين. المهم ان اتاكد ان كل واحده من حبات الزبيب متغلفه كويس جدا بالنشا كده، يعني بقلب لحد ما كلها تبيض معايا وما يكونش فيها اي لون خالص. وما تاخدوش يعني ما تاخدش وقت خالص في الخطوه دي. وبعد كده بسيبه على جنب وبشوف مكونات خليط الكيك. في بولة كده عميقة هنزل عندي باتنين حبة من البيض ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. عليهم هنزل ب150 جرام من السكر، وعليهم نقطتين 3 كده من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر لو موجود. وهقلب بقى بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي او ممكن كمان في الخلاط لحد ما السكر بتاعي يدوب تماما يا جماعة، واحس كده ان الخليط اتحول من اللون الاصفر للون الابيض. عليهم بقى هنزل بكوباية من الحليب او اللبن الرايب ده او ده مفيش مشكلة خالص. الكوباية كانت تعادل بالملي 250، وممكن 250 دي كمان نملاها كده زبادي مفيش مشكلة، ده او ده عادي. هقلب لحد ما المكونات كلها تتدخل في بعضها. عليهم هنزل بربع كوباية من الزيت. مهم يكون زيت نوعه حلو وملوش ريحة يا جماعة. الزيت كانوا 50 ملي. وهقلب برضو لحد ما الزيت يندمج مع الخليط. معايا 260 جرام من الدقيق مهم جدا ان انا انخله زي ما انتوا طبعا متعودين، ده بيفرق معايا جدا في قوام الكيكة وفي هشاشتها والنعومة بتاعتها. معلقة كبيرة بقى من البيكنج باودر، كانوا بيعادلوا 10 جرام، وذرة صغيرة كده خالص من الملح. وهقلب كويس كل المكونات دي مع بعضها، ومجرد ما الدقيق بيدوب جوه المكونات وما بيكونش ليه اي اثر بوقف خفق يا جماعة. في الاخر بقى بجيب الزبيب وبنزل بيه على خليط الكيك اللي احنا عملناه. اما النشا الزياده مش بننزله ولا اي حاجه، وبالاستاتيولا او بالمعلقه كده بقلب من تحت لفوق لحد ما اتاكد ان الزبيب اتوزع كويس في خليط الكيك كله. وهنا يكون خلاص جهزنا معانا الخليط. هجيب القالب بتاعي وهدهنه مسحه خفيفه كده خالص من الزيت او السمنه او الزبده يعني اللي تحبوه. وهنزل على طول بخليط الكيك زي ما انتم شايفين كده. ظبط بس السطح بتاعه كده بحيث ان كله ياخد نفس السوا بتاعه، او يعني يكون كله سطح واحد بالاستاتيولا، واخده كده ايه اديله خبطتين عشان لو في اي فقاعات هواء او حاجه تخرج على طول. وبدخله الفرن بقى درجه حراره 190. الفرن بكون مسخناه قبلها بربع ساعه. بحطه على الشبكه فوق النار على طول يا جماعه لحد ما بيطلع معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بحط فيه خله كده او طرف السكينه، لو طلعت عليها عجين بسيبها شويه كمان في الفرن. لو طلعت مفيش فيها اي بقايا عجين خالص يبقى هي كده خلاص الكيكه بتاعتنا جاهزه. هقلب بقى على طول كده الكيك بتاعنا من القالب وبتقلب معايا بسهوله جدا، فما تقلقوش خالص. تمام، شايفين شكله عامل ازاي؟ وكمان الزبيب مش مترسب تحت ولا محروق ولا اي حاجه خالص. باخده بقى رشه بسيطه كده من السكر البودر بيديله طعم حلو قوي، لان الكيك اصلا سكره هادي خالص يا جماعه. تمام، لو انتوا برضو مش حابين السكر البودر اللي على الوش مفيش مشكله، تقدروا تستغنوا عنه وبرضو الكيك هيكون حلو جدا. شايفين الكيك شكله عامل ازاي؟ بجد رهيب. كمان الزبيب كده موجود في النص اهوت، مش مترسب تحت ولا اي حاجه. بجد يا جماعه مظبوط جدا وزي ما الكتاب بيقول. ده حلو قوي وطعمه لذيذ، وبيكون طعمه كمان احلى لما بيبات لتاني يوم.
وحلو كمان ان احنا نعمله لولادنا معاهم في اللانش بوكس في المدرسة، هيحبوه جدا. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي الوصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حلوين لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناه ضروري لازم تشتركوا، وكمان الكومنت الجميل اللي انتوا بتكتبوه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.